بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل الفراخ الباردة بقى بكل اسرارها. تقدروا بقى تقولوا عليها لانشون، تقولوا عليها فراخ باردة، زي ما انتوا حابين. من صدر فرخة واحدة هنعمل بصوا كمية ما شاء الله على الجمال. بصوا كمية كبيرة جدا. بصوا بقى جمالها وشكلها بجد رهيبة، اقتصادية جدا. تقدروا بقى تعملوها سندوتشات للولاد للمدرسة، او تقدموها مع رز مع مكرونة جميلة جدا. والطعم بجد يا جماعة اللي ما جربهاش فايته كتير. يلا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل الفراخ الجميلة دي ازاي مع بعض. تعملوا بقى السندوتشات المدارس جميل جدا يا حبايبي، واقتصادي وموفر. احلى بقى من اللانشون اللي كله طالع ترند فيه ده. بجد ده اجمل بكتير بكتير. تقدروا بقى تقطعوه كده ايه رقيق شوية زي ما انتوا حابين يعني. انا هنا هقطعه متوسط. بصوا بقى الجمال، ويرمي كمية حلوة قوي قوي قوي. جربوا الطريقة دي بتاعتي يا حبايبي، هتعجبكم جدا. هنقطع الكمية كلها ونرجع لكم. وهنبتدي بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. معانا هنا مية بصل مصفيينها، ومعانا التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، شطة، وبهارات فراخ، والملح. ونزلنا بليمون ومعلقتين خل، وهنقلب بقى التتبيلة الجميلة دي. ما شاء الله تتبيلة بسيطة جدا وسهلة وريحتها بجد جميلة. كده التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه يا حبايبي. اللي وصل معانا لهنا بقى ما ينساش بقى اللايك الحلو يا حبايبي. وهننزل كده بصدور الفراخ بتاعتنا في التتبيله. بس التتبيله جميله جدا وريحه التوابل ما شاء الله. هنقلبها كويس عشان تشرب كل بقى التتبيله من كل ناحيه. بصوا الطريقه دي جميله جدا وهتعجبكم، والنتيجه بصراحه وهميه. جربوها يا حبايبي، حلوه قوي قوي. تنفع بقى تعملوها بسندوتشات، تعملوها في مع مكرونه مع رز. جميله جدا وبتعمل كميه حلوه قوي. انا هقلبها كده كويس وهسيبها مش اقل من ساعتين يا حبايبي. كل ما تسيبوها في التتبيله تكون افضل، هتشرب التتبيله وتديكوا نتيجه حلوه جدا. بس كده انا تبلتها كويس قوي. هدخلها على التلاجة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بعد ما سبتها اتبلت ودخلتها التلاجة، يلا بينا بقى على الطاسه ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. ماده دهنيه، هننزل بمعلقه سمنه كده. مش هنكتر في الماده الدهنيه يا حبايبي. وهنبتدي بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت كويس جدا. ولازم الطاسه تكون سخنه جدا عشان تاخد معانا الصدمه ايه وما تنزلش ميه. انا عايزاها الاول ايه تحبس الحراره جواها عشان تبقى جوسي وطريه. الفراخ بتاعتنا بس خدت لون من تحت. هنقلب بقى كده على كل جنب. بصوا ما شاء الله. اهم حاجه تاخد معانا لون حلو، لون الشوي. هنفضل نقلب فيها كده يمين وشمال لغايه ما تاخد معانا لون حلو. كده خلاص الفراخ بتاعتنا بصوا ما شاء الله خدت لون حلو قوي، والطاسه ناشفه خالص ما فيهاش اي سوائل. ده المطلوب بقى يا حبايبي. وهنفضل بقى نشوح فيها كده يمين وشمال لغايه ما تاخد بقى علامات الشوي الجميله. جميله جدا بصوا وسهله وبسيطه.
ولو لقيت الطاسه بتاعتكم بتلزق من تحت او بتطلع السواد كده بمنديل المطبخ بقى ايه، ونشيل بقى السواد ده عشان ما يدخلش ايه على الفراخ وتبقى ايه طعمها مش زي. احنا عايزينها تاخد لون كده جميل وبس. كده خلاص خدت تشويحه جامده والايه والصوصه بصوا ناشفه خالص معانا ايه. هنبتدي بقى ننزل ايه ببقيه التتبيله على الفراخ. بقيه التتبيله اللي ايه تبلنا بيها الفراخ هننزل بيها كده وهنغطيها وننزل شويه شويه لغايه ما ايه تستوي معانا. طب التتبيل هننزل بالجزء اللي باقي كده شويه شويه بس كده، هنغطيها ونرجع لها تاني. نفضل نقلب كده يا حلوين لغايه ما ايه تشرب الصوص كله اللي احنا زودناها دي الفراخ تستوي جدا. وهنفضل نقلب كده يا حبايبي لغايه ما تشرب كل السوائل اللي فيها خلاص. بصوا كويس جدا اتشوت معانا خدت لون جميل. بصوا بقى الجمال الطاسه نشفت خالص. انا بقلبها بس عشان اوريها بس انا برجع ابدا اديها جمعان الفراخ الايه البارده. بصوا بقى جمالها ولونها ومنتهى الجمال. بصوا بقى الجمال. خلاص هنستكفى كده. لو عايزين تختبروها ممكن تختبروها بخليط اسنان. هي كده خلاص استوت معايا متاخدش معانا زيادة عن نص ساعه. الفراخ بتاعتنا استوت. بصوا حابين تختبروها بخلية اسنان كده وان طلعت الخلة نضيفة كده يبقى خلاص. ان نزلت سوائل يبقى لسه كده خلاص يا حبايبي. هسيبها تهدى وهدخلها على التلاجة من ساعتين ل3. لو مستعجلين حطوها في الفريزر. انا مستعجلة هدخلها الفريزر نص ساعة وهبتدي اقطعها معاكم. كده خلاص الفراخ بتاعتنا استوت. لو حابين برضو نتأكد هندخل الخلة كده. لو نزلت مية يبقى لسه. بصوا الخلة نضيفة ازاي زي الفل. كده خلاص هسيبها بس تهدى شوية وهدخلها على التلاجة. لو مش مستعجلين عليها سيبوها بقى ساعتين 3 وقطعوها براحتكم. انا هدخلها هنا على الفريزر هتاخد معايا نص ساعة بس وهبتدي اقطعها معاكم. كده بصوا ما شاء الله بعد ما قطعناه وعملوا معانا كمية حلوة جدا من صدر فرخة واحدة بس يا حبايبي. تقدروا بقى تخزنوها في الفريزر وتطلعوا منها على قد الاستخدام. تستخدموها بقى في سندوتشات في العشاء في وجبة كاملة. بصوا ما شاء الله كميتها حلوة جدا واقتصادية. ولو عجبكم بقى الفراخ الجميلة دي ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله.